مرحبا، معكم رنا برهومي صاحبة مخبز دير بيكر. اليوم حنسوي أشياء خفيفة ممكن نحطها كضيافة مع الفطور إذا مثلا عندكم ناس، أو ممكن ناكلها مثلا على السحور. حنسويها على طريقتين. عندي هنا توست قطعته قطع صغيرة بهذا الحجم، وعندي حستخدم عجينة كرواسان فروزن جاهزة. التوست راح استخدم حشوتين. الحشوة الأولى حستخدم تونة هنا خلطتها مع ليمون، وحستخدم بيستو صوص، وحستخدم شوية طماطم. بالنسبة للحشوة الثانية عندي هنا باذنجان، حسويه زي فتة المقدوس. هنا عندي الصلصة حقتها، هي عبارة عن لبن وحطيت طحينة وليمون، وعندي كمان طماطم ححطه برضو مع الوصفة الثانية اللي بعجينة الكرواسان، برضو خلطتين. الخلطة الأولى عندي جبن فيتا حخلط معاه جوز، حخلط معاه شوية من النعناع. والوصفة الثانية عندي بيبي جمبري أو بيبي شريم، جمبري الصغير قطعته لقطع صغيرة، وحضيف عليهم كزبرة. أول شيء حسويه حبدأ بفتة المقدوس. هنا هحط شوية زيت، هنا هحط عليه شوية ملح. باذنجان هنا عندي استوى. عندي هنا لبن مع الطحينة والليمون، هاخد شوية منها هحطها فوق التوست. هاخد شوية من الباذنجان وأحطه، هضيف لها شوية من الملح. آخر شي هحط من صوص الطحينة واللبن اللي سويناه. الخلطة الثانية عندي هنا صلصة الريحان أو صوص البيستو. كده نكون خلصنا من التوست بفتة مقدوس والبيستو مع التونة والطماطم. الحين حنبدأ مع السايد الثاني اللي هو عجينة الكرواسون الجاهزة. هنا العجينة الفروزن، الكرواسون الفروزن اللي كلمتكم عنها. أنا سويت شكلين. الشكل الأول قطعتها دوائر، هذه القطاعة هذا السايز ممكن نسويه بس بهذه الطريقة. والطريقة الثانية اللي هي زي طريقة الدنش قطعتها مربع. الآن أنا بعد ما خبزتهم حطيتهم في الفرن طلعت عندي بهذا الشكل. الحين حنبدأ بالحشوات. الحشوة الأولى عندي هنا زي ما قلت لكم عندي جمبري، بيبي جمبري قطعته صغير، حطيت عليه ثوم وليمون. حضيف لها الكزبرة. عندي هنا البيبي جمبري صار جاهز. حنسوي الحشوة الثانية. الحشوة الثانية عندي هنا جبنة فيتا، قطعت نعناع، حاط هنا عندي نعناع. الحين حنبدأ بحشوة الجبنة، أحط هنا صوص الجبنة. هنا كان عندي الكنبة بنكهات عربية شرقية مختلفة. صحة وعافية عليكم.